الفيلم كلمني عن تجربتك للفيلم وشايفه هيبقى عامل ازاي في السيزون. الله يبارك فيكي. تجربة الحمد لله خلصت ومبسوط بيها واتمنى ان الفيلم يشتغل كويس، واتمنى انه يعجب الجمهور، دي اهم حاجة يعني. ايه بعض الانتقادات تعرض لها الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، ردك ايه عن الانتقادات كويسة مم، عن مشاهد ما عنديش رد. مشتركة ما بين آسر ما عنديش رد ما فيش مشاهد. هو ممكن يبقى في مشهد ما بين آسر وياسمين، وهو مشهد مغزول جوه الدراما، يعني ما نقدرش نروح بيه في حته واحنا ما اخترناش المشهد عشان نتاجر بيه او ناخده في الشكل التجاري وناخد المشهد ونتاجر بيه ونعمل ايا كان. يعني احنا خدنا المشهد وزيه، وانت لما تتفرجي على الفيلم هتلاقيه زيه زي اي مشهد في الفيلم. هو مشهد دراما عادي جدا. الفيلم لم يحصل على جائزة مهرجان القاهرة، شايف التقديم للفيلم ردك ايه عن لا ده نصيب، يعني ما كنتش مستني جايزه بصراحه. ما كنتش عامل حسابي ان انا هدخل مهرجان من اساسه. انا اهم حاجه بالنسبه لي العرض التجاري، ربنا يكرمنا فيه. الفيلم بيتجه اكتر لافلام اكشن، ده الراجل قلب الاسد، ده اتجاه هو بحب الاكشن، بس مش ده مش اتجاهي. المخرج المفروض يعمل كل حاجه، اكشن او رومانس او سسبانس او كوميدي. لكن انا ممكن اكون بحب الاكشن وبحب الانواع التانية برضه. بس هو الحظ ان الفيلمين ورا بعض كان فيهم اكشن. تحضيراتك اللي جايه لسه للفيلم. لسه والله لسه. توقعات ايه للسيزون وللفيلم نفسي السيزون يبقى كويس، نفسي السيزون يشتغل كويس، لان مهم ان السيزون ده يشتغل حاسس ان نص الفيلم السنه. هيحصل على ايرادات عاليه. بتاعت ربنا يا رب. باقي على ربنا يعجب الناس والايرادات تيجي بعد كده ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي.